لو انا مستواي وحش في الفيزياء ولسه ما بداتش فيزياء، افضل ان انا ابدا الدرس ولا اخد الفصل سريعا، يعني اسمع مراجعه الفصل كامل وبعد كده ابدا بقى احل واشوف القوانين؟ انا هرد عليكم من وجهه نظري تمام. الموضوع طبعا بيختلف من طالب لطالب، وهتكلم بجد من وجهه نظري معاناه مع الفيزياء، لان اكتر ماده عانيت فيها الفيزياء ثم الانجليش. تمام، فانا هقول لكم بعد المعاناه. الشرح التفصيلي في الفيزياء بيعيد كتير، هتلاقي المدرس بيعيد نفس الحاجه نفس القانون. يعني حرفيا لو انت سمعت مثلا الدرس الاول في الفصل الاول لميت مدرس، هتلاقي بيقول لك نفس القوانين بنفس كل حاجه، سواء سمعته في درس تفصيلي، سواء سمعته في محاضره، سواء سمعته في مراجعه فصل، سواء سمعته في مراجعه ليله الامتحان، هتلاقي نفس القوانين بتتقال. فانا يفضل انت تسمع مراجعه فصل كامل. وعايز اقول لكم بجد مستر محمد عبد المعبود والله العظيم كان بيشرح الفصل تفصيلي او بيراجع الفصل تفصيلي. طبعا انا كنت في فيديو كذا مره كنت بسمع مستر محمود مجدي، ولكن مستر محمد عبد المعبود كشرح، انا اصلا كنت بفهم مستر محمد عبد المعبود زي ما انا قلت لكم. اسمعوا شرح عادي. الفصل اصلا بيبقى معمول في 10 ساعات حرفيا، اصلا مستر بيبقى جمع شرح تفصيلي. يعني مستر محمد عبد المعبود مثلا بيراجع الفصل مثلا في 7 ساعات، طب ما ده شرح تفصيلي اصلا. تمام، وبعد كده ابدا حلو. ولكن طبعا الفصل الثالث لو انت ما بداتش فيه، اتمنى ان انت تسمعوا شرح تفصيلي تاني. الفصل الثاني والثالث لو عندك القدره ان انت تسمعوا شرح تفصيلي للمحاضرات بتاعت مستر محمود مجدي، هتلاقوها موجوده على اليوتيوب، او حتى مستر محمد عبد المعبود هتلاقوها موجوده على اليوتيوب. المحاضره بتبقى ساعتين تقريبا، هم 5 محاضرات تقريبا. خلاص سمعت الشرح، ابدا بقى حل مع نفسك واغلط كتير. انا بجد بعاني معاكم من الموضوع اللي هو انا بغلط كتير في الفيزياء. يا جماعه انا بجد هشبه لكم بمثال بسيط جدا. فاكرين كده لعبه ماريو او اي لعبه عموما بيكون فيها ادوار؟ هو انت بتوصل ليفل الوحش، او انت بتوصل فعلا ليفل الوحش اللي انت بتلاعب فيه الوحش غير لما بتمر بكذا مرحله. طب اوكي انت بتمرش، هل انت من اول جيم لحد مثلا وليكن ان الليفل الوحش ده مثلا الجيم ال50، هل انت من الاول لحد 50 ما بتموتش ولا مره؟ مش بتخسر ولا مره في الجيم؟ اكيد لا، ده انا بخسر الجيم 500,000 مره وافضل اعيد اعيد اعيد. نفس الفكره في الفيزياء، مش هتتحسن معاك غير لما تحل كتير. فده طبيعي ان انت تحل كتير وتغلط كتير، فمش عايزاك تقلق من الجزئيه دي. يبقى انا دلوقتي خلاص هرسل عليه انت تسمع شرح مجمع للفصل، وبيكون شرح تفصيلي لاهم في بجد فيها كل القوانين، فيها كل الافكار. وبعد كده حل من اي كتاب معاك، سواء كتاب الامتحان سواء كتاب نيوتن، اي كتاب معاك نفس الافكار متعاده 100 مره. طيب دلوقتي انا حليت وفي اسئله وقفت قدامي، اجيب الاسئله دي منين؟ بص انا اول حاجه لما كان في سؤال بيقف قدامي كنت بحاول برضو يعني اشوف برضو الاجابه، يعني هو جاب الاختيار ده منين. طبعا كنت بشوف الاختيار، لان مش زي الاحياء مثلا هكون الاجابه على طول، لا انت بتشوف مثلا الاختيار بيبقى رقم. فانا بقعد مثلا اجرب كده كام مره مع نفسي اشوف هو وصل ازاي للناتج ده. ممكن يكون مثلا الغلطه عندي في ان انا نسيت احول من وحده لوحده. عايز اقول لك بجد السؤال اللي انت بتغلط فيه وتحاول تفكر فيه وتحل فيه عمرك في حياتك ما هتنساه. بص لو عدى سنين، عايز اقول لكم بجد في سؤال في الدينامو انا قاعد معايا 4 ايام متواصلين انا مش عايزه اشوف الاجابه، مع اني ممكن افتح عادي على اليوتيوب حل كتاب الامتحان الفصل الثالث او بتاع، بس انا مش عايزه اعرف. انا كنت عايزه بجد احاول مع نفسي لانه كان سؤال شويه فيه تريكايه، فانا كنت عايزه اجيب التريكايه دي وما جبتهاش. عايزه اقول لكم ما جبتهاش في الاخر. ولما رحت وريت السؤال ده لبابا، عارفين بابا حل السؤال بمجرد النظر. بابا عمل كده، هتعملي كذا 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 كذا. المهم يعني خلاص بقى ما عرفتش اجيب الاجابه، افتح عادي يوتيوب اكتب حل كتاب الامتحان، حل كتاب نيوتن، اي كتاب معاك. هتقولي طب دلوقتي يا سلمى انا جبت كتاب مدرس ومعيش كتاب خارجي، نازل كتاب خارجي PDF. حل من اي كتاب معاك، تمام، عشان الناس تقول لك اصل افكار حل من اي كتاب. وانت ما جبتش كتاب اساسي كتب مراجعه ان هي كافيه، لان يعتبر فيها نفس الافكار متعاده 500,000 مره، 500,000 مره متعاده. طب لو انت مش معاك المقدره انت تجيب كتب مراجعه نهائيه، خليك في الكتب الاساسيه اللي معاك هي نفس الافكار زي ما انا قلت لك، لان الفيزياء الافكار كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. تمام، لو عايزين اي ماده ثانيه اكتبوا لي في الكومنت ان شاء الله ارد عليكم.